مهندس تهامي، قول لي يا حبيبي. ممكن تقول لنا ايه رأيك في التشطيب كاستثمار في العقار؟ السؤال ده في الجول لازم نجاوبك عليه. التشطيب كاستثمار في العقار، هو طبعا انت بتستثمر في الوحدة بتاعتك يعني قيمتها من غير التشطيب او الانتيريور بتاعك او الديزاينز اللي انت عملته والخامات اللي انت ضفتها والحاجات اللي انت عدلتها دي كلها، فبتزود قيمة العقار. طب السؤال الاهم بقى، هي بتزود قد ايه من قيمة العقار في السنة الواحدة؟ من 20 ل 50%. ايه؟ من 20 ل 50%. 20 ل 50% من قيمة العقار بتاعتك. يعني انا العقار بتاعي لو بمليون جنيه، انا هزود نسبة عليه، فهتبقى الفاليو قامت غير قيمة التشطيب نفسها، فانت زودت الفاليو دي نسبة برسنتج مكسب دخلت في جيبك. ليه؟ عشان انت شطبت، ونوع الكواليتي بتاعتك لما بتحطها مظبوطة بتظبط معاك نفس التكلفة ونفس القصة دي كلها. فشكل الديزاين وشكل الفكرة ودراسة الحركة اللي بترتاح عليه، فهو ده بيزود قيمة العقار بتاعتك من 20 ل 50% كاستثمار في قيمة الوحدة بتاعتك. اللي النهاردة حطيته بمليون، بكرة هيزيد عليها 200 ألف جنيه كاستثمار بالميت لغاية 500 ألف جنيه. ده أساسي.